السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة البيتي فور، طبعا جميل جدا وسهل. انا عجنت العجينة وابتديت ان انا سويتها، ما خدتش مني وقت خالص. وكانت سهلة جدا. والاشكال بقى اللي انت حباها، عندك عندك مكان باي حاجة تعملي بيها اشكال. هبتدي الاول العجينه بتاعتي. انا عندي العجينه عباره عن 4 سكر. انا هبتدي بالاول بالكوبايات لان انا ما عنديش الميزان. تمام، فانا هعمل ايه؟ 4 دقيق ب2 زبده 1 سكر، 4 دقيق 2 زبده 1 سكر. ماشي. مستمنه زبده. عندي بيكنج باودر، وعندي كاكاو، و3 بيضات. هاخد 2 صفار بيضه وبيضه كامله بس، وفانيليا سايله او باودر، دي او دي. ماشي. المقادير سهلة بالكوبايات عشان تبقى في متناول الجميع. وعايزة تضعفي الكمية، يعني لو عملتي مثلا 8 دقيق يبقى 4 زبدة و2 سكر وهكذا. تمام. انا بجيب الزبدة طبعا بحرارة التلاجة، بس بخرجها شوية، يعني شوية كده، واسيبها هي اضربها بالخلاط لحد ما تحاول تفك معايا عشان مجمدة. بص تقيلة ازاي. وابتدي انا انزل الحروف بتاعتي بالسباتيولا كل شوية علشان اضمن ان كلها فكت بالمضرب. بعد كده هبتدي اضيف السكر عندي بودر. نخليه كويس عشان خاطر ماخدش وقت كتير في الضرب بالمضرب. بعد كده بضيف كوبايه كوبايه. هضيف انا اسفه، اللي هي كوبايه واحده. بضيف السكر بتاعي لحد ما اضربه كله يبقى متماسك مع الزبده. وبعد كده هضيف ان انا اضيف البيض بتاعي صفار الاول، وابتدي ان انا اخلطه كله لحد ما يختفي. بعد كده ادبس الصفار التاني واضربها برضو لحد ما تختفي. بعد كده هجيب البيضة الكاملة وهضيف الفانيليا عليها معلقة من اللي هي السايلة عشان ريحتها قوية جدا، هتضغى على ريحة زفارة البيض، تبقى اقوى من البودر. واضرب لحد ما اللون بتاعي يبتدي يفتح خالص الاصفر ده ويبقى لونه كريمي جدا. بص شكلها بعمل ازاي، زي الكريمه بالظبط، زي الكريم شانتيه بالظبط. وقوامها خفيف جدا وهش بالظبط، يعني ده اللي انا عايزاه القوام ده. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق بتاعي، دي عليه ذره ملح بسيطه جدا. ابتدي اضيف الكوبايات بتاعتي الدقيق بتاعتي وانخلها. انا نخلة الدقيق قبل كده بس هنخله تاني علشان يبقى الهواء داخل في الدقيق كويس، ميبقاش مكتوم. يعني دخلته تقريبا مرتين قبل كده، دي التالتة. هحط الكوبايات ومش هقلب كتير، يا دوبك بس تمتزج الخليط مع الدقيق. وانا بحط الكوبايات هضيف البيكنج باودر بتاعي حوالي معلقه كبيره او نص باكو بيكنج باودر، وابتدي ان انا انخل واقلب. وبعد كده هقلع، اسيب الاسباتيولا والبس جوانتي وابتدي اقلب معاكم بايدي. هسيب العجينه هعملها ازاي؟ لو العجينه بتاعتي لازقه في ايدي يبقى عايزه حبه دقيق كمان، حوالي ربع كوبايه. لو مش لازقه زي دي كده يبقى خلاص مش هضيف دقيق تاني، يبقى كده العجينه مية مية، ولا بتلزق ولا اي حاجه. شايفينها سايبه ازاي، ما بتلزقش. كده العجينه تمام. ابتدي اقسمها عشان اعمل حبه بالكاكاو وحبه بيضه زي ما هي. هحاول اعمل حوالي تلت وتلتين، يعني التلت بالكاكاو او بالشوكولاته والتلتين يبقى بيض. هبتدي ان انا اضيف الكاكاو بتاعي، هحط معلقتين على الجزء ده، وهشوف اقلب واشوف اللون. لو لقيت اللون فاتح شويه او انا عايزاه اغمق هضيف له كمان معلقه كاكاو، بس هضيف له حوالي ربع معلقه زيت اكل، ربع او نص معلقه زيت اكل بس، واقلب. تمام عشان ما تبقاش ناشفه. المكنه بتاع البتيفور عندي مش موجوده، يعني اتكسرت مني، فابتديت ان انا اعمل بقمع البتيفور. او لو عندك القمع بالكيس بتاعه تمام شغال كل حاجه. لما اجي اشتغل لازم اخلي عندي في الصينيه اللونين الابيض والبني، عشان البني مش هعرف اذا كان استوى ولا لا. بصوا كده اللون، انا عرفت ان هو استوى من اللون بتاع الابيض. تمام. يبقى اخلي دايما الصينيه فيها اللونين عشان اعرف اذا كان استوى ولا لا، من اللي هو اللي بالفانيليا من غير شوكولاته. بصوا دايب وهش وفي نفس الوقت ماسك نفسه، ما بيلزقش في الصينيه خالص. جميل جدا وسهل جدا ويطلع بسرعه. بعد كده ده انا اجنشه بقى. عندي شوكولاته سايله انا سيحتها بحمام حمام ميه، وابتديت ان انا اشكل فيها البيتي فور، الزق بيها. وكمان برضو الشوكولاته البيضاء نفس الموضوع. مش عندي شوكولاته هستعمل مربى، برضو انا مستعمله المربى مع الفارماسي، مع السوداني المجروش.
عندك جوز هند، اي حاجة موجودة براحتك جدا، اي ما تكلفيش نفسك كتير، او زي ما يحب اولادنا ياكلوا ايه، زي ما نشوف الاشكال اللي انا عملتها. وكل سنة وانتم طيبين بالهنا والشفا، ان شاء الله ربنا يحسن بين ايديكم ونشوفكم على خير. طبعا انا مستعملة كريمة المشمش عشان دي احسن كريمة، متبقاش مسكرة قوي في نفس الوقت، تبقى عملها جميل جدا. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم وعيد سعيد علينا جميعا. السلام عليكم.